السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله كامل تكونوا بخير ومهنيين يا رب. مرحبا بكم في لاشين ديالنا أسرة. اليوم ان شاء الله ندير معكم وصفة الطمينة الجزائرية. هاد الطمينة الغنية عن التعريف. هاد الطمينة تجيكم بزاف طرية وتريح مدة طويلة وهي طرية ومتخرجش الزبدة من فوق، مع الطريقة اللي تخدموا بها العسيلة في البيت تجيكم بزاف هايلة كيما تاع المحلات وناجحة 100%. ومع حلول المولد النبوي الشريف حبيت نقول لكم من هذا المنبر تجنبوا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لأنه بدعة، حديث نبوي عظيم اللي هو وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لو كان جا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فيه خير، لو كان سبقونا ليه أصحابه والتابعين وأتباع التابعين وزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. مناش أكتر حبا للرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة والسلف الصالحين. نولوا الوصفة تاعنا. أول حاجة بديت بها هي خديت 3 كيسان، مع العلم أنه الكثير في 220 مليلتر تاع الدقيق المتوسط الخاص بالطمينة. حمصتهم على نار قليلة، وهاد العملية تاخد بزاف وقت بغابوغ الخطوات المتبقيين، دونك من الأفضل ديروا هاد العملية من قبل. ولازم الدقيق تاعكم يكون بارد كي تكونوا رايحين تخلطوا الطمينة. فوالا، وديروا على نار قليله باش كامل الحبات ياخذوا نفس اللون هذاك الذهبي الشباب، مع التحريك المستمر. وبيان سور ما تغفلوش على الدقيق تاعكم باش ما يتحرقش، سينو ما تجيكمش طمينه تاعكم شابه. هذا هو اللون الذهبي الشباب لازم تحصلوا عليه. فوالا، دوك نخليها تبرد على جهه ونجوز مباشره نحضر معكم العسيله. هاد العسيله في مده 15 دقيقه برك توجد معكم، صدقوني. القوام تاعها هايل كيما تاع المحلات. دونك اول حاجه بديت بها في كاسرونه، حطيت قيس 3 كيسان كبار سكر، الكاس اللي مولفان كيلكم به. الكاسرونه من الافضل تكون ثقيله. ضفت لهم كاس ونصف تاع الماء العادي. اعتمدوها كقاعده كي تحبوا ديروا العسيله، كميه الماء هي نصف كميه السكر. ولازم تضيفوا شريحه ليمون هكا باش تنجح لكم العسيله تاعكم. بعدها مباشره حركت مليح هذاك السكر مع الماء بارد في بارد. لازم تحركوهم مليح قبل ما ديروهم فوق النار. اذا حبيتوا العسيله تاعكم تجيكم شويه خفيفه ديروا كيلو سكر بكيلو ماء، ولا حبيتوها تجيكم عاقده كيما تاع المرجان ديروا كيلو سكر بنصف كيلو تاع الماء. ما ضفت لها قطعه تاع الليمون، حطيتها فوق النار كخطوه ضروريه. ما تشعلوش النار حتى تكونوا حركتوا مليح هذاك السكر والماء بارد في بارد. ومن بعدها مباشره بعد ما تشعلوا النار روحوا جيبوا قسم ملعقه سكر، سواء تحبوا هذيك الملعقه تاع السكر تنحيوها من هذوك 3 كؤوس اللي حطيناهم، ولا تزيدوا تجيبوا ملعقه واحده اخرى ديروها في كاسرونه. الهدف تاعنا من هذه الملعقه تاع السكر هي ندوبوها باش تاخذ لنا هذاك اللون البني. هذا هو اللون اللي راح نلونوا به العسيله تاعنا. تقدروا ديروا مباشره هذيك الملعقه اللي فيها السكر فوق النار دوبوها، ولا شوفوا كاش كاسرونه تكون شويه محروقه ودوبوا فيها دي كيما درت انا. بعدها مباشره نضيفوه للشربات تاعنا. ما يهمش الا تضيفوه في الاول ولا في الاخر، ما يهمش الا كان الشربات سخون ولا بارد، المهم ديروا هذه الخطوه تاع تذوبوا هذيك الملعقه تاع السكر باش تلونوا به الشربات تاعكم، وخليوه يغلي لمده 15 دقيقه. بعد ما يدي الغليه زيدوا له 15 دقيقه وطفيوا له.
الملعقه تاع الحديد خليوها لداخل ما تنحيوهاش لانه عندها فعاليه في العسيله تاعنا. شوفوا الله يبارك القوام تاعو، كل ما تخلوه يبرد على قد ما يزيد يحكم روحه ويجيكم عاقد. الله الله. بالنسبه للون نتوما تحكموا فيه، هذيك الملعقه تاع السكر اللي تذوبوها الا حبيتوه يجيكم شويه كلار دونك ما تحرقوهاش بزاف، والعكس صحيح. بعدها مباشره جزت الطمينه ديالي. فوالا درت كيما راكم تشوفوا حوالي نصف كاس تاع زبده كانت دافيه مع نصف كاس تاع العسيله اللي وجدتها معاكم. كي تكونوا رايحين تخلطوا العسيله والزبده دونك لازم يكونوا دافيين، وكي تذوبوا الزبده تاعكم ما تخلوهاش تغلي. ضفت لها مباشره شويه حلوه ترك، هاد الخطوه اختياريه، الا ما كانتش متوفره عندك ما تضيفيهاش. وخلطهم بالميكسر. كي تخلطوهم بالميكسر ويتجانسوا مليح تضمنوا بلي هذيك الطبقه تاع ليدام ما ديرلكمش فوق الطمينه وتقعد لكم طريه لمده اطول. باش تنجح لكم الطمينه ديالكم كميه الزبده اللي ذوبتوها هي نفسها كميه العسيله، هادو هما المقادير المضبوطين لطمينه ناجحه. ومن بعد ضفت لها كميه من الجلجلان المحمص، الا كان متوفر عندكم ضيفوه يزيد بنه هايله للطمينه. ومن بعد بديت نضيف في الدقيق ديالي اللي كنت حمصته معاكم وخليته يبرد. ضروري يكون بارد لانه لو كان ديروه سخون هذيك الزبده تزيد تطلق روحها وتشكل لكم هذيك الطبقه تاع ليدان. ضيفوا بالتدريج الدقيق حتى تحصلوا على القوام اللي راكم حابينه، ما تنشفوهاش بزاف وما ديروهاش جاريه، دائما خليوها شويه شويه مطلوقه بويسكو من بعد تحكم روحها باغابوغ كيفاش خليتوها. بالنسبه للدقيق ما استعملتش كامل الكميه اللي حمصتها، دونك الكميه اللي بقات لي احتفظت بها. والتحريك حاجه ضروريه في الطمينه لانه كاين بزاف ناس يحبوها معلكه دونك يخلطوها بزاف، واللي يحبوها تجي مرمله يحركوها غير شويه برك ويتوقفوا عند التحريك. ما بقى لي غير نقول لكم شهيتكم في الجنه، وان شاء الله نكون فيتكم بهذه الطريقه تاع الطمينه. نتمنى انكم تجربوها بكامل الخطوات ولي ديتاي سيرتو العسيله لانها ناجحه 100%. ما تنساونيش بالجيم والبارطاج، نخليكم تكملوا بقيه لا فيديو مع هذا التزيين البسيط. وبالنسبه لهذوك الخطوط استعملت القرفه، الا ما كانت متوفره عندكم ديروا الكاكاو.